السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الخيط أو الخياطة في المنام. بس قبل ما اتكلم عنها انا بشكر كل اللي سأل عليا وكتب لي في التعليقات والكومنتات. معلش انا اتأخرت عليكم كتير في الفيديوهات بتاعتي عشان انا كنت تعبانة وعندي ظروف. دلوقتي احنا هنرجع مع بعضينا. اللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش على صفحتي او تحت الفيديو، ان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. وربنا يا رب يدوم المحبة والود بينا باذن الله. بصوا يا حبايبي، رؤية ان انت تروحي عند ترزي او انت تروح عند ترزي وتخيط هدوم، ده لما مشكلة او حاجة انت عايزها هتقضى، لان الخياطة دي تصليح امور، بتصلح شيء، ربنا يصلح لك شيء، هيفك لك ضيق، هيفك ضيقة، هيسد لك دين، فك مشكلة. طيب ايه معنى ان انت تروحي الست المتزوجة، ايه معنى ان انت تروحي عند خياط وتخيطي هدومك او تصلحي هدومك؟ الخياط ده يا جماعة طرف هيخش يصلح لكم الامور بينك وبين زوجك، او بينك وبين اللي بينك وبينه مشكلة، سواء اختك، اخوكي، صاحبتك. الترزي ده حد طرف ان هو هيحل المشكلة دي، هو اللي هيصلح بينكم عشان هو اللي بيخيط. تمام. طيب اللي بتشوف نفسها يا جماعة ان هي ماسكة بكرة خيط ومتعقدة، دي امور متعقدة عندك، وان شفت ان انت بتحليها وحلها سهل، ان شاء الله ربنا بيبشرك ان الامور دي هتتحل، او حضرتك ان الامور بتاعتك هتنحل باذن الله والدنيا هتمشي باذن الله. طيب اللي بيشوف ان البكر الخيط كله، يعني البكرة كلها متعقدة في بعضيها، امور عندك او امور عندك كتير متعقدة، دي مش عارفة تحليها. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة بيقطع الخيط بسنانه، ده قطع صلة ارحام، بيقطع صلة رحمه، لان الخيط ده صلة الارحام وانت بتقطعها بسنانك. الاسنان دي دل على الارحام، يعني الاسنان دي دل على الاهل، العم، الخال، السنين، دل ان انت بتقطع باسنانك، دي قطع صلة الارحام. لما تكون انت اللي بتقطعها باسنانك يبقى انت قاطع صلة رحم حد من دمك. طيب اللي بيشوف نفسه يا جماعة، بنت بتشوف نفسها بتطلع، او ست متزوجة او رجل او ولد اعزب او بنت عزبة بتشوف بتطلع الخيط من بقها فتلة طويلة او من ودنها او من مناخيرها، ده بيبقى يعني لا قدر الله بيبقى سحر، بس طلع منك. طالما طلع بتشوفيه ان هو بيطلع من بقك، من مناخيرك، من ودانك، ده يبقى سحر، كان فيكي كنت ممسوسة بسحر وربنا شفاك وعافاك منه، او شفاك وعافاك منه، ده بيبقى سحر يا جماعة. طيب بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت نفسها ان هي بنفسها اللي بتقعد في الخيط بتعقده، ده بيبقى عقد كرانها او خطوبتها، والعقد يعني الخطوبة ده يبقى فيها عقد الكران بتاعها، كتب الكتاب بتاعها، لان عقدة جاية من كلمة عقد كران. طيب لو شاب شاف ان هو برضو بيعمل عقدة بنفسه، ده يبقى عقد، هيوقع على عقد وظيفة، مشروع، في حاجة كويسة هيعملها. بالنسبة للست المتزوجة، لو شافت نفسها ان هي اللي بتقعد العقدة دي بنفسها، جوزها يمضي عقد شغل، عقد عربية، عقد شقة بإذن الله. لو انتوا اللي شفتوا ان انتوا اللي بتعقدوا الحاجة دي بإيديكوا، ده كتابة عقد ليكوا او للي بيشوفوا الرؤية يا جماعة. اما خروج الشعر من البق او الخيط ده او الودان، ده دليل على سحر، بيبقى خروج السحر ده منك، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. يا ريت يا جماعة اللي عنده اي رؤية او اي استفسار يخش على الفيديو من تحت يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم باذن الله. عندكم كلمة الاشتراك بالاحمر يا حبايبي، يلا اشتركوا فعلوا لي القناة، وان شاء الله باذن الله ربنا يا ربي
يكمل. كل واحد بيتمنى شيء ربنا يقضيه له بإذن الله، والله أعلى وأعلم.